ذكروا حادث الإسراء والمعراج. والإسراء كان من المسجد الحرام وكانت نهايته إلى المسجد الأقصى، والمعراج عرج بالشيء أي صعد به، وكان المعراج من المسجد الأقصى في مدينة القدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى، حيث رفع الله نبيه صلى الله عليه وسلم فكشف له وأصبح قاب قوسين أو أدنى، فرأى رب العزة رؤية حقيقية بلا حد ولا كيف. هذا هو المعراج. وعندما نعيش هذه الليلة نعيش بقلوبنا لتتمتع أرواحنا في رحلة عظيمة جليلة رتبها الله تعالى ترتيبا خاصا ليؤنس نبيه صلى الله عليه وسلم وليفرحه وليبين له قدره العظيم. وقبل أن نبدأ هذه الرحلة يلزمنا أن نفهم شيئا. إن ما فعله الله تعالى مع النبي صلى الله عليه وسلم كان تقديرا للإنسانية خاصة، فقد اختار واحدا من بني الإنسان وكرمه هذا التكريم حتى يضع رمزا خاصا، وهو كيف يصل الإنسان إلى كمال الإنسانية وإلى نهاية كمالها وإلى شرفها وإلى عزتها. وكما كرم الله الإنسانية من قبل في رسول آخر وهو خليل الله سيدنا إبراهيم عليه السلام، فقد اتخذه الله خليلا واتخذ الله إبراهيم خليلا. وكما اختار واحدا آخر فكلمه بلا واسطة وهو سيدنا موسى عليه السلام، وكلم الله موسى تكليما. وهكذا يكرم الله إنسانا بعد إنسان ورسولا بعد رسول حتى أنهى ذلك إلى حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك بعد جهاد طويل وبعد صبر بلغ مداه، فلم تبدأ البعثة بالإسراء والمعراج، وإنما بدأت بالتعب والجهد والجهد. ولاقى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يلقه أحد، فقد سب صلى الله عليه وسلم فصبر على ذلك، وقد ضرب صلى الله عليه وسلم، وقد أوذي صلى الله عليه وسلم، وقد استهزئ به صلى الله عليه وسلم، وقد أهين صلى الله عليه وسلم. وكان ذلك من أعداء الإسلام ومن الكفار والمشركين وعبدة الأوثان، ولكنهم مع ذلك لم يمنعوا رحمة الله أن تناله في أوسع أبوابها. أهم يقسمون رحمة ربك وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة. فبعد هذا العذاب الطويل
أراد الله تعالى أن يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم حقيقته العليا وشرفه المكين، ووضعه في الأرض والسماء. ففي ليلة 27 من رجب، وكان ذلك قبيل سنوات من الهجرة الشريفة، وبعد وفاة عمه أبي طالب، وبعد وفاة زوجته العظيمة السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، وفي عام الحزن الذي افتقد فيه النبي صلى الله عليه وسلم أعظم حبيبة له وأعظم معين له، وهو عمه أبو طالب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.